متابعيني الكرام، اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. اهلا بكل اخواتي المتابعين في الوطن العربي. ما ننساش يا جماعه نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، واللايك بتاعكم الجميل، ولو عجبك المحتوى ما تنساش تشترك في القناه. النهارده يا اصدقائي علشان ما تلفش كتير وتحتار، جايب لك 4 قنوات او 4 ترددات موجودين على قمر النيل سات. القنوات دي يا جماعه بتنقل كاس العالم، وهوريك طبعا في قنوات جديده ممكن ما تكونش تعرف عنها حاجه. فتعالى دلوقتي بالمختصر المفيد نشوف القنوات مع بعض وتردداتهم. وهنبدأ بأول قناة يا جماعة اللي ناس كتير جدا تمام ما تعرفش عنها حاجة، والقنوات طبعا الناس هتتفاجئ بيها. قناة يا جماعة اسمها تشات. القناة دي يا جماعة هتذيع حوالي 20 مباراة، وذاعت مباراة الافتتاح. القناة زي ما هتيجي معاك بنفس الاسم اللي واضح قدامك دلوقتي، والقناة شغالة صورتها اتش دي، وترددها واضح قدامنا يا جماعة اللي هو 1160 2 اتش 27500. تردد حزمة عامة تقدر تستقبله في أي مكان في الوطن العربي دي. تمام. طيب تابع القناة دي وهتتأكد من كلامي. هتذيع حوالي 20 مباراة، وذاعت مباراة الافتتاح يا جماعة اهي اسمها تشات زي ما شايفين تي في، وبصيغة الاتش دي، والتردد واضح قدامنا. نيجي للقناة رقم 2 يا جماعة، قناة البي ان. قناة البي ان اهي طبعا كلنا عارفينها وغنية عن التعريف. بصيغة الاتش دي ترددها على النيل سات يا جماعة 11055 اتش 27500. طيب في ناس يا جماعة بتيجي تنزل التردد ده بينزل مكانها قنوات الكويت. ليه؟ لأن التردد ده يا أصدقائي شغال على الناحيتين، يعني شغال اتش وشغال في. تمام. فاحنا نتأكد يا جماعة عند إضافة التردد إن احنا بنخليه اتش عشان يقدر ينزل معاك قنوات البي إن. تمام. ادي التردد اهو. طبعا ده حزمة عامة برضه تقدر تستقبله في أي مكان في الوطن العربي، والتردد ده اتش دي. نيجي للقناة طبعا اللي هي ظهرت مؤخرا يا جماعة وعملت بلبلة كتير على النيل سات. قناة يا جماعة اسمها الشرقية. اهي هتيجي معاك بنفس الاسم ده، عشان في ناس كتير جدا بتقول لي القناة مش بتظهر معانا. لا، القناة هتنزل باسم الشرقية، وهتنزل معاك بنفس الاسم ده على نفس التردد. اهي هتنزل معاك وعليها علامة التشفير، طبعا ليها بيس بتفتح بيها هوريهولك دلوقتي. تردد القناة 11 3 15 عمودي 27500. القناة هي يا جماعة واضحة قدامنا زي ما شايفين، وعليها علامة البيس. طيب القناة هنيجي دلوقتي نشوف مفتاح البيس بتاعها اهو. ادي مفتاح البيس يا جماعة اللي عايز يفتحها طبعا ومش قادر اهي. تمام. طبعا القنوات دي ممكن تحطها احتياطي عندك، ممكن تذيع وممكن لا برضه عشان المصداقية. نيجي بعد كده للقناة اللي هي طبعا أشهر قناة اللي هي الجزائرية الأرضية. تمام. ترددها أو اسم القناة أهو بروجرام ناشونال. طبعا القناة اتش دي ترددها 11680 اتش 27500. القناة طبعا شغالة بشفرة بيس. انت طبعا عشان تفتح شفرة البيس على اي رسيفر. تمام. قناتي الاولى عليها حوالي 200 فيديو. تمام. لكل انواع الرسيفرات. ازاي بتضيف شفرة البيس. تمام. طيب هنا احنا هنبص كده مع بعض على المفتاح بتاع القناة اللي هو 11 4 اصفار 11 4 8 اصفار. ممكن وانت واقف على القناة هتضغط رقم صفر تفتح معاك قائمة زي كده. تمام زي ما شايفين قدامنا. فبصوا يا جماعة دول ال4 قنوات اهم، علشان ايه اللي هي قناة البي ان. يعني ممكن تنقل حوالي 22 مباراة. عندك قناة الشرقية الجزائرية الأرضية. وعلى فكرة يا أصدقائي القناة الجزائرية الأرضية دي تمام واسمع مني إن شاء الله. هتنقل مباراة مصر وبلجيكا يوم الاثنين تقريبا إن شاء الله، يعني هتنقل مباراة مصر وبلجيكا يوم الاثنين. وتردد القناة واضح قدامنا. وتأكد كمان على قناة اسمها تشيل. وبالمرة انت هتنزل ال4 قنوات دول هتخليهم عندك، وبالمرة خلي قنوات الكاس طبعا ترددهم 11 9 19 هوريهم لك دلوقتي، خليهم برضو معاك بالمرة. عندك ايضا برضو قنوات الكاس اهم برضو يا جماعة نخليهم في الاحتياطي معانا زي ما احنا شايفين. التردد بتاعهم 11 9 19 اتش 27500. القنوات اهي يا جماعة هينزل عندك القياس 1 و2 و3 و4. طيب اخر كلمة يا جماعة بس عشان نختم الفيديو بتاعنا. زي ما عارفين طبعا قناة البن هتنقل حوالي 22 مباراة تقريبا، وعندك الشرقية وعندك الجزائرية الأرضية برضه هتاخد 22 مباراة تقريبا برضه. وعندك تشات هتاخد حوالي 20 مباراة. دول يا جماعة القنوات اللي موجودة حاليا على قمر النيل سات. ولو في أي قناة جديدة اكتشفناها أو أي حاجة زاعت زي قناة تشات كده تابعونا على القناة وهننزل لكم كل جديد إن شاء الله. استنونا في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.